مصطفى آدم حماد فضل الله، حضرت من السودان الحمد لله، وكنت ما بشوف يعني حتى في الطريق نمر العربات ولا الإعلانات بتاعت الطريق، ولكن الحمد لله مع دكتور هشام ما شاء الله يعني بقيت أشوف أي شيء في الطريق وفي المنزل وفي العلامات في الشوارع، والآن الحمد لله بخير، بمشي الجامع براي، بمشي السوق براي، أي موقع بمشي له لوحدي، حتى جيت للعيادة الآن لوحدي. طبعا الحاج مصطفى احنا كان عندنا حاجتين، الميه البيضاء اللي هي عتامة عدسة العين، والميه السوداء اللي هو الضغط عالي كتير داخل العين. والحاجتين دول كانوا مؤثرين علينا زي ما انت بتقول، ما كناش قادرين نمشي حتى. كنا شايفين عيننا اليمين تقريبا متر واحد، عين الشمال خيال فقط. لله الحمد ربنا كرمنا ان احنا عملنا العمليتين سوا، وهي ازالة الميه البيضاء وزرع العدسة، زائد عمل مسار جديد للميه من داخل الى خارج العين لعلاج الميه الزرقاء او جلوكوما او الميه السوداء بتسموها في السودان. احنا بقالنا كده سنة تقريبا الحمد نعم. لله. النظر تقريبا 6/6 دلوقتي بعد ما شلنا الميه البيضاء. الضغط ممتاز طول هذه السنة، معليش تاني لله الحمد، محافظين على العصب، وقدرنا ان احنا ننقذ العينين الاتنين لله. قول لي بقى، العمليات كانت سهلة ولا صعبة؟ لا لا لا، سهلة سهلة سهلة، ما تتعدى، كلها كانت تلت ساعة فقط، لما أكثر من تلت ساعة. جميل. احنا بقالنا سنة تقريبا، اخبار النظر ايه في السنة دي؟ لا الحمد لله الحمد لله تمام والله تمام. طيب في اي حاجة تحب تضيفها؟ ربي جزاك الله خير، وإن شاء الله ربنا يوفقك، وإن شاء الله يعني ربنا يقابلنا كمان على ساعات خير، وأي زول تاني جاي إن شاء الله نحن بنوصيه يجي للمحل هنا إن شاء اهلا الله. وسهلا بك على بجد. أساس يعني يجي للموقع إن شاء الله نحن نعمل له العملية إن شاء الله. اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله.